السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم طبق كشري محترم اتحدى بيه ابو طارق. ام طارق تتحدى ابو طارق في الكشري ده بتكاته باسراره بكل الحاجات اللي هم يعني انا مزودة عليها كمان حاجات من عندي. الشطة بتاعته والدقة والحمص كل الحاجات والبصل، حتى لو بصل غامق يعني احمر، لونه كمان يطلع فاتح وذهبي وما يشربش معانا ولا زيت ولا يطرى كده يعني. احنا قطعنا كده البصل، هنحط مثلا معلقتين 3 نشا قصادهم 4 معالق دقيق عادي يعني. المهم نحط عليهم ملح وفلفل ومعلقة بيكنج باودر، ونقلبهم بقى مع بعض كده ونفكه هو من بعضه. لما نقطعه حلقات لازم نقسم الحلقة 2، اولا عشان يفك من بعضه بسهولة، وتاني حاجة علشان لو البصل كبير او كده يتقسم صح يعني يبقى كويس. ونقلبه بقى كده على بعضه ونبقى ايه حاطين الزيت سخن، وحاطين في نفس الوقت الزيت بتاع الصلصة. التوم بقى يبقى مع بعضه، الاتنين اشتغل في وقت واحد. حطيت هنا التوم والزيت، هحط عليها كزبرة علشان الكزبرة ضروري تتحمر كده وتدي ريحة حلوة. في نفس الوقت الزيت بيسخن بتاع البصل. البصل بقى بنقلب ايه النشا والدقيق مع بعضه. لو انتوا لسه معايا صلوا على النبي واعملوا لايك واشتراك وشرفوني، وبشكر بجد ويعني بحب من كل قلبي الناس اللي بتدعمني وبتشوف القناة وبتعلق عندي. انا بشكركم جدا، والمشتركين الجداد والقدام كل الناس حبايبي والله بحبكم في الله، ربنا يجازيكم كل خير. هنا الحمص ده منقوع حوالي 2 ساعة ومغسول. هنحط عليه التوابل، معلقة توم، معلقة أو حوالي بصلاية متوسطة، طماطم مش كتير يعني دول مثلا 3 طماطمات مضروبين، والتوابل بتاعته ملح وفلفل كمون كزبرة بابريكا. نحطها على الحمص يغلي بقى مع نفسه. شايفين لون البصل عامل ازاي ومقرمش؟ طبعا الزيت يبقى سخن وايديك عليه باستمرار وبتقلبيه، مش يبقى لونه غامق فهيبقى لونه ايه. شوفي وانتي بتعبيه حتى في الاخر هوريكم شكله مقرمش. بعد ما خلصنا البصل بيتعمل اول حاجة اولا عشان ناخد الزيت بتاعه، تاني حاجة علشان هو بياخد وقت المفروض اكتر بقى تقشير وكده. هنحط برضو بصلاية تاني نية في الزيت بتاعه. هنا العدس بجبة مغسوله منقوع حوالي 1 ساعة بس مش مسلوق. واول ما البصلة دي تصفر، ده الكشري بقى بتاعنا في الحلة دي، اول ما تصفر نحط عليها الشعرية. اول ما يبقى لونها ذهبي يعني انا مش عارفة ليه ما بانش لونها اهو باين، ونحط عليها بقى العدس ونقلبه بقى شوية كده 2 3 دقايق لحد كده ما نحس ان كله ايه فلفل كده ومسك من بعضه ومفيش مية تحت. وبعد كده الرز برضو مغسول ومنقوع حوالي 1 ساعة، نصفيه ونحطه ونقلبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو نحط عليه نفس التوابل اهو، كمون وكزبرة وفلفل وملح، ونقلبهم برضو مع كله على الناشف كده. وتحسي ان الرز علشان يستوي حلو ويكبر وتبقى كمية يعني تديكي كمية اكبر، لازم حكاية النقع دي على الاقل 1 ساعة صحيا كمان يتنقع. ولما يفلفل في الزيت كده خلاص نحط بقى المية ونغطيه، والمية تكون حوالي 1.5 عقلة كده الكمية عشان تظبطيه. واول ما تبتدي تغلي يتشرب نروح موطين عليه وننساه خالص، نسيبه حوالي يعني كبير وربع ساعة هيستوي بسرعة. هنا بقى الدقة، انا خدت مية من بتاعة الحمص سخنة خالص، حطيت عليها الثوم وملح وفلفل وقلبتها كده وما حطيتش بقى يعني ولا خل ولا حاجة. دي الصلصة بتاعتنا
شوفي تقيلة ازاي، ولا صلصة معلبات ولا حاجة. هنا العدس اهو بوريكم انه استوى من غير ما اسلقه لوحده، كله على بعضه في حلة واحدة. ال ال الحمص كمان اهو، تشوفوا شكله بجد طعمه تحفة. نحط البصلاية والثوم ني، وبيخليه يغلي بقى مع بعضه ويستوي. واحسن حاجة في اي اكل يا جماعة لما يتنقع، بالذات البقوليات والرز وكده، يتنقع يستوي على نار هادية يبقى حلو جدا. الحاجة تستوي وما تتهريش، ده السر اللي بيخلي مثلا الحمص يبقى مهري وقشرته جامدة. هنا بعد ما سبت الدقة شوية في الثوم مع المية السخنة بتاعة الحمص، ظبطتها بقى كوباية مية، حبة خل، خلاص كده ظبطناها وقلبناها. شايفين شكلها زي بتاعة المحلات وأحلى كمان. وهنا الحمص برضو، دي برضو طريقة الحمص في الشتاء بقى، تعمليه تشربوا حمص تتدفوا، بجد بيدي طاقة وبيدفي وحلو جدا. وهنا برضو الشطة، خلاص احنا كده الحاجات على النار يعني قربت خلاص. الشطة هنا تقدحي الزيت بقى، دي برضو طريقة المحلات، ده بقى سر يعني اللي هم ايه المحلات بتعمله. تتقدح كده، وطبعا هنعطس وندمع وحاجات كده، بس لازم الطريقة دي. والمفروض كمان نحط مثلا قرن فلفل اخضر حراق مع طماطمايه قبل ما نحط الطماطم عليها، قبل ما نحط الصلصة نفسها. شايفة المكرونة طبعا مفلفلة كده اهوت. نحط بقى عليها الكشري اهو مفلفل اهو جميل، والصلصة. لو وصلتوا لغاية هنا يا جماعة اعملوا لايك واشتراك وشرفوني بتعليق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبتكم الطريقة قولوا لي رأيكم. انا الحمد لله الناس عندي ما بتحبش غير الكشري اللي انا بعمله، كشري الشارع. شوفي البصل مقرمش ازاي، مش مصفي زيت. البيكنج باودر بيخليه يقرمش وما يوقعش الزيت. الدقيق اللي بيخليه زيت لما بيكون المسام بتاعته مفتحة، لكن كده الدقيق والنشا بتقفلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.